ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. تعالوا مع بعض نعمل احلى كيكه اسمها ديسباسيتو. تعالوا نشوف الطريقه مع بعض. قبل ما نبدا متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه. وبس كده، يلا نبدا. معايا رشه ملح بسيطه، نص معلقه قهوه، معلقه بيكنج باودر، معايا نص كوبايه سكر، معايا كوبايه ونص دقيق، ومعايا كوبايه لبن، وكوبايه ونص كوبايه ميه مغليه، ونص كوبايه كاكاو، وربع كوبايه زيت، واتنين بيضه. وهنجيب دلوقتي معانا كمان الفانيليا عشان خاطر تضيع الزفاره بتاعه البيض. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، وتقولوا لي رايكم كمان في الكومنتات عشان انا بحب تشجيعكم ليا قوي. تعالوا نبدا مع بعض. هنجيب الاول مصفى نحط فيها كل المواد اللي هي البودر. هنحط بقى الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر والقهوه والملح مع بعض كلهم، وهنصفي الحاجه دي كويس قوي عشان خاطر لو فيها اي شوائب او اي حاجه تتشال في المصفى دي مع بعض. اهو الخليط بتاعنا هنقلبه كويس جدا لحد ما يبقى معانا بالمنظر دوت. هنجيب بقى في الخلاط بتاعنا كل المواد السائله بتاعتنا، الزيت واللبن والبيض، وهنحط كمان الفانيليا بتاعتنا عشان البيض، ومعلقه خل، تمام، معلقه واحده بس، وهنخلط كويس قوي 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 في الخلاط. وهننزل بالسكر بتاعنا. ما حطيتش السكر هناك ليه؟ عشان خاطر عايزه حاجه تذوب فيها يعني. ودي الميه المغليه بتاعتنا يا جماعه، لازم تكون مغليه عشان ده بيخلي الكيكه بتاعتنا طريه من جوه، ما بتبقاش ناشفه. هنقلب كويس قوي قوي الخليط بتاعنا دوت، لازم ايدينا فيه كلها ولحد ما هيبقى معانا بالمنظر ده. بجد يا جماعه كان طعمه حلو اصلا. يعني انا دقته كده عشان اشوف السكر كان عامل ازاي، محتاج سكر او محتاج اي حاجه، ما لقيتش الحمد لله انه محتاج. بعد تقليب حوالي 5 دقايق، قلبه 5 دقايق لحد ما يعيب بالمنظر ده. انا حطيت في قوالب فخار، انتوا عندكم صينيه، عندكم اللي هي الاطباق اللي بتتحط في الفرن، براحتكم اللي انتوا عايزينه. انا حطيت في قوالب فخار كده عشان زي ما بنطلبها من بره بتبقى بنفس المنظر ده. هملاها نصها عشان النص التاني هنعمل بيها طبقه من فوق هوريها لكم. دخلناها الفرن، طلعت معايا بالمنظر دوت. لازم احط السكينه اجرب اشوف هي استوت من جوه ولا لا. طلعت مفيش حاجه. ودلوقتي هنعمل مع بعض الطبقه التانية على النار. هنجيب مع بعض علبه حليب مكثف، هبقى اوريكم الطريقه، لو انتوا حبيتوا طريقه اكتبولي في الكومنتات، وربع كوبايه كاكاو، ومعلقه قشطه واحده. وهنقلب كويس قوي الصوص على النار حوالي 5 دقايق. اول ما يطلع معانا هنسيبه يبرد ونحطها على الكيكه بتاعتنا. انا كان عندي شوكولاته، حاولت ازين بيها الدنيا كده. اي شوكولاته عندكم حابين تحطوا اي نوع براحتكم. بس معانا بالمنظر دوت. يعني بجد كان طعمها حلو جدا زي اللي بره بالظبط. دوقتهم في البيت، كانوا بجد عاجبينها قوي وكانوا عاملين يقولوا تحفه. شكرا ان انتوا اتفرجتوا لاخر الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب وتقولوا اصحابكم علينا. بصوا انا سايباكم مع الطعم. كانت بجد جميله جدا. يعني كانت قمر زي ما هي موجوده في الصوره كده. وبس كده، باي باي.